الله 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 على العظمة. مش دايما كل الأكل الغالي بيبقى حلو، في كمان أكل موفر حلو جدا وشهي جدا. تعالى أقولكم ازاي نعمل وجبة غدا ب30 جنيه بس. والله ويمكن أقل كمان. هنعمل صنفين من المسقعة. شايفين دايبة ازاي؟ يجنن، طعمها رائع، أحلى من بتاعة المطاعم وأوفر كتير. هنعمل النهاردة طاجن المسقعة، وهنعمل المسقعة التقليدية نوعين. تمام، تابعوني وعشان نعرف ازاي نعمل النوعين بأقل التكلفة. بصوا شكلها، بصوا جمالها، حتة عيش صغننة مع شوية مخلل هتعملي أحلى غدا. جميلة جدا. مسقعة تانية، بصوا دايبة دايبة في الصلصة، تجنن. بصوا عاملة ازاي، بصوا البتنجان عامل ازاي، دايب، مش هتشبعي منها، مش هتبطلي تعمليها. كل ما تلاقي نفسك الميزانية خلاص بتبوظ هتروحي عاملة الطريقة دي على طول. حقيقي تجنن، وجبة اقتصادية جدا، وكلنا دلوقتي بنعاني من غلاء الأسعار. بصوا عملنا كام صنف؟ 32 جنيه، حاجة يعني يا بلاش. يلا تابعوني عشان نعرف الطريقة نعملها ازاي ونحضرها ازاي بطريقة سهلة جدا وبسيطة جدا. بس قبل ما تتابعوني ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة ولايك وكومنت. انا نزلت اشتريت نص كيلو بتنجان رومي زي ما احنا شايفين كده. هما بتنجانتين عملوا بالظبط 600 جرام، ودوت اقل من نص كيلو بتنجان عروس وربع كيلو فلفل اخضر. اعتقد مفيش ابسط من كده ميزانية. الموضوع ده اتكلف كام؟ البتنجان الرومي عمل حوالي يعني تقريبا 8 جنيه ونص، والفلفل ب3 جنيه الربع، والبتنجان العروس عمل برضو حوالي 5 جنيه. كان نص كيلو، بس اللي انا حطاه في الصينية ده اقل من نص كيلو. هبدأ ان انا اقشره دلوقتي. اول حاجة هقطع العروش الخضراء اللي هي بتبقى فوق دي، انا مش عارفة اسمها ايه بس هي تقريبا اسمها عروش. هقطعها وهبدأ ان انا اقشره. لازم نقشره يا جماعة، بصراحة انا مش بحب البتنجان بالقشر، بحس ان هو بيمرر، وانا هقشره معاكم اهو. وطبعا احنا الفترة الجاية محتاجين اكلات اقتصادية واكلات على قدنا. هنحاول نتكيف مع الوضع الحالي، وهنحاول ان احنا نعمل اكلات بسيطة وبنفس الوقت تكون اكلات مغذية. البتنجان كله حديد، والفلفل الرومي كله فيتامين سي، واحنا بنحاول نوفر مع بعض قدر الامكان، وفي نفس الوقت تبقى اكلات بسيطة على قد ايدينا توفر معانا كمان في المجهود. يعني النهاردة مش هيعمل مجهود خالص، هي حاجات بسيطة. بمجهود بسيط هنعمل أكلتين ممتازين. هبدأ إن أنا أقشر البتنجان. تمام، البتنجان يا جماعة من أهم العناصر اللي لازم تدخل جسم الأطفال حقيقي، لأن هم محتاجينها جدا جدا. الطفل لما بيبني جسمه بيحتاج عناصر مختلفة. ومش شرط انه احنا نأخده ان هو ياكل لحوم وفراخ بس، مش هي دي الغذاء. زمان اهالينا كانوا بياكلوا اكل بسيط جدا، وما شاء الله صحتهم كانت احسن مننا يعني الاف المرات. نادرا لما كان حد بيعمل مرتين 3 في الاسبوع لحمة او فراخ. هي لو عملوها مرتين في الشهر كانت بتبقى حلوة اوي. انا هنا هقطع البتنجان العروس بشكل دائري، هقربه لكم عشان تشوفوه. البتنجان العروس هقطعه كده بشكل دائري. تمام، والبتنجان الرومي هقطعه بشكل طولي، لازم يتقطع بالطول علشان الأنسجة بتاعته. البتنجان العروس ده هو اللي هعمل بيه الطاجن. تمام، والبتنجان الرومي هعمل بيه المسقعة العادية. ممكن يستخدمه، في ناس كتير ما تعرفش ان هو ممكن يستخدم في المسقعة، بس عادي نستخدمه، بيبقى حلو جدا ودايب جدا في طواجن المسقعة. حابة تعملي الاتنين بالرومي مفيش اي مشكلة، بس بصراحة ده بيبقى أطعم. انا دي وجهة نظري، وكل واحد ليه وجهة نظر. انتي شايفة انك هتجيبي نوع واحد الرومي، تمام مفيش مشكلة. هنا هقطع البتنجان الرومي بالطول زي ما انتوا شايفين كده عشان الأنسجة بتاعته، عشان ما يشربش زيت، لأن البتنجان الرومي طبيعته إن هو بيشرب زيت كتير، فاحنا هنقطعه بالطول كده علشان ما يشربش زيت.
نرجع لموضوعنا اللي هو بتاع تغذية الأطفال. لو عملتي أكل من غير لحوم هيتغذوا عادي. ما بقولكيش كده عشان أورر الوضع الحالي، بس ده وضع واحنا عايشين فيه ولازم ان احنا نحاول ندبر فيه. تمام، انا حسيت ان دي تخينة شوية فقطعتها 2 كمان. اوكي تمام. طيب احنا هنفضل نعمل لهم في مسقعة؟ لا، احنا ممكن لو انت عندك مثلا حاجة بسيطة من اللحمة المفرومة ممكن تضيفيها على المسقعة دي، لكن احنا بنعمل قدر الامكان اكلات موفرة للايام اللي ما معناش فيها فلوس لاخر الشهر، وفي نفس الوقت مغذية. اللي يضر في كده بالعكس دي حاجة كويسة ان انت كمان هتوفري لنفسك. ممكن تجيبي بيها اي استلزامات تانية. ده الفلفل الرومي هنقطعه كده بالطول زي ما احنا شايفين علشان نقليه، ما نقلوش بحاله لان بيبقى فيه زيت من جوه ما بيتصفاش، فاحنا نقطعه نصين علشان نقليه. هنا هبدأ ان انا احط عليه شوية ملح وهقلب كله في الملح عشان يصفي ميته خالص. هسيبه حوالي ساعة ينزل ميته خالص. لو عايزة تسيبيه اكتر من كده مفيش مشكلة عادي، مبيجرالوش حاجة طول ما هو عليه الملح. هحط ملح بس، محطش كمية كبيرة، معلقة كبيرة تقريبا، وهبدأ ان انا اقلبه كله ببعضه. تمام زي ما احنا شايفين كده كله بيتقلب في بعضه. اهم حاجة تتأكدي ان اللي تحت واللي فوق كله عليه ملح عشان مفيش حاجة تسود، وعشان كله ينزل المية بتاعته. هبدأ بقى ان انا احضر في الطاجن بتاعي. طب الطاجن ده مكوناته ايه؟ اول حاجة هحط توم وطماطم مقطعة كده جوليان زي ما احنا شايفين، وفي فلفل رومي احمر كمان. هحطهم على نار هادية خالص لان الطاجن مش كل الطواجن بتستحمل الحرارة العالية فوق البوتاجاز. هحطهم على نار هادية خالص لما يدوبوا، واقلب فيهم كل شوية لغاية لما احس ان هو بدأ خلاص يدوب معايا او بدأ يدبل معايا. في نفس اللحظة دي انا هكون بعمل بقلي البتنجان. تمام، هسيبه بقى كده معايا خالص على نار هادية يدوب. قولولي جربتوا طريقة المسقعة دي قبل كده ولا أول مرة تعرفوها؟ أعتقد إن هي بتتقدم في المطاعم كتير، أنا كذا مرة أروح مطعم ألاقي طريقة المسقعة في الطواجن دي، وساعات كمان بلاقيها باللحمة المفرومة، وأحيانا في مرة في مطعم من المطاعم كانوا عاملينها بالفراخ. مسقعة بالفراخ عادي جدا، إن هما مقطعين الفراخ وعاملينها ببصل وحاطينها في المسقعة. ابتكارات جديدة بيحاولوا ان هم يغيروا بيها. تمام، انا دلوقتي اهو بقلي البتنجان زي ما احنا شايفين، وسايبه الطاجن على نار هاديه خالص، ما باجيش جنبه علشان ما يفرقعش معايا، لان الطواجن ساعات لما بتكون خفيفه، والطاجن ده بصراحه مش تقيل قوي، من كتر الخبط بالمعلقه فيه او التقليب ممكن يفرقع معايا على النار. تمام، هنا هي بدأت ان هي تغلي وتدوب شويه بشويه. هسيبها خالص، مش هاجي جنبها عقبال ما اقلي بقية البتنجان. تمام، ده البتنجان بتاعنا ما شاء الله. يا ريت يا جماعه ما نغمقوش قوي علشان طعمه ما يمررش معانا. تمام، هنا المسقعه بتاعتي خلاص بدأت ان هي تدوب. هنزل بقى عليها بحبة صلصه صغيرين تديها كده حمار وتديها طعم مسكر وحلو. حابة لو عندك صلصة مسكرة تمام ممكن تحطي منها، لو عندك صلصة معلبة مفيش مشكلة تتحط عادي مفيش أي مشاكل. تمام، هبدأ إن أنا دلوقتي بصوا هي خلاص بتغلي وبتدوب اهي. هبدأ إن أنا بقى أنزل عليها قرن فلفل أخضر مقطع ني كده زي ما هو. أنا خلصت قلية البتنجان ومستنيها هي عشان أنزل عليها البتنجان المدور بتاعها أو البتنجان الرومي بتاعها العروس. هنا بحط الفلفل زي ما هو زي ما هو مقلوش، محطش فلفل مقلي. هي احلى ما في الطاجن ده ان هو خفيف ويعتبر ني في ني، مفيهوش مقليات كتير. الحاجه الوحيده اللي مقليه فيه هي البتنجان. انا بصراحه ولادي ما بيحبوهوش، هو بيحبوا الحاجات المزلطه كده، الحاجات اللي هي فيها صلصه كتير، وبيحبوا الطريقه التقليديه بتاعه المسقعه. انا بعمل الطاجن الصغنن دي ليا وبسيب لهم هما بقى بقية المسقعة. أنا هنا حطيت ملح وفلفل بس، أنا مش من النوع اللي بيفضل إضافة الكمون للأكلات. تمام،
فأنا هنا حطيت الملح والفلفل بس، وهبدأ إن أنا أنزل الباذنجان زي ما احنا شايفين كده. تمام، هسيب بقى الباذنجان يتشرب في الخلطة دي على النار من فوق، وبعد كده هدخله الفرن ياخد كده على الشواية شوية. مش حابين ندخله الفرن وحابين ان احنا نكتفي بس بالباذنجان كده فوق البوتاجاز، تمام مفيش مشكلة، برضه بيبقى طعمه حلو جدا. حابين ان احنا نحطه شوية تحت الشواية، اوكي برضه اللي يريحكم. اهم حاجة ان الوصفة تكون خفيفة على قلبكم وتحبوها وتجربوها وتدعولي، بجد حلوة جدا. انا هنا هقلبها واسيبها بقى تهدى على النار شوية، يعني تبدأ تاخد وتدي مع بعضها كده في الصلصة وفي التتبيلة بتاعتها. تمام زي ما احنا شايفين كده. يا رب التصوير يكون موضح لكم كل حاجة. طيب التكاية بقى اللي هتعمليها يا سيمو، هنعمل طشة. طشة بتدي يعني اختلاف 360 درجة للمسقعة. شايفين هي خلاص بدأت تدوب اهي. ادي الطشة بتاعتي. هسيب التوم كده في الزيت يتحمر شوية، وبعد كده هحط عليه شوية كزبرة ناشفة وهحط عليه خل. بصوا هيقلبلك ريحة البيت حقيقي، هتبقى حاجة مش هتشبعي منها. يعني ممكن تخلصي بقى رغيفين 3 4 كده وانتي قاعدة بتاكليها. وانا ماليش دعوه بالدايت يا جماعه، انا ما قلتلكوش انا بعمل اكلات دايت، فما حدش يقول لي انت بتخنينا يا سيمو. تمام، هنا هنبدا ان احنا ندبل الثوم وهننزل عليه بالكزبره الناشفه. في ناس انا شفتها بتحط حبه كزبره خضراء مفرومه معاها، بس انا بصراحه ما جربتهاش، فخليني في اللي انا مجربه. تمام، انا هنزل بقى عليها دلوقتي بالكزبره، هتشم ريحة فظيعة فظيعة حقيقي تجنن. زي طشة الملوخية، بس دي هنزود لها الخل. الخل هو اللي بيديها تيست تاني خالص، حقيقي هتبهركم بطعمها وبجمال طعمها ومش هتبطلوا تعملوها. تمام، هنا نزلت عليها بالخل. شايفين بس طشة الخل كده مع الزيت يعني حقيقي بتدوخك كده وانتي بتعملي ديت. طريقة المسقعة التانية، أنا جبت زيت وحطيت عليه الثوم وهنزل عليه بصلصة الطماطم. تمام، دي طريقة أعتقد إن احنا كلنا عارفينها. أنا نزلت هنا بصلصة الطماطم، مش هستنى لغاية لما تتسبك بنسبة 100%، هستنى لغاية لما تتسبك بنسبة 50%، وهنزل عليها بالبتنجان يكمل سواه معاها. بتبقى أحلى كتير، بيبقى البتنجان دايب، غير لو أنا مثلا سبكتها بنسبة 100% ونزلت بشوية مية والبتنجان، بتحس بحموضة جامدة جدا في الصلصة، مبتبقاش حلوة، تحسيها جافة قوي. لكن كده بتبقى جوسي. انا حطيت ملح وحطيت فلفل وحطيت معلقة سكر صغيرة عشان تقلل من الحموضة بتاعة الصلصة. تمام، انا بقى هبدأ انزل البتنجان عليها يتشربوا من بعض هما الاتنين. اقلبها بس تقليبة عشان ادوب التوابل فيها، علشان التوابل طعمها ما يكلكعش فيها. ساعات لما بننزل الفلفل الاسمر مع الصلصة بيبدأ يبرم شوية. تمام، فانا مش حابة كده، لازم نقلبها كويس علشان ما يبرمش معانا. هنا انا نزلت البتنجان، بصوا دايب في الصلصة ازاي، فظيع 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 حقيقي. بصوا يجنن مش هتشبعي منه. حلو جدا وخفيفة جدا ومش دهنية، لاني انا مش مكترة الزيت زي ما انتوا شفتوا. بصوا حاولوا ما تكتروش الزيت في التسبيكة، لان كده كده البتنجان شارب زيت. وده بقى طبق اللفت بتاعي انا اللي عاملاه في البيت، تحفة. هوريكم الطريقة، لازم تشوفوا طريقتي في عمل المخلل. ما تنسوش تدعمونا بلايك واشتراك.